منها لله اتفاقية سايكس بيكو هي السبب في تقسيم الوطن العربي، جملة دايما بتسمعها في حلقات الكلام عن السياسة في التلفزيون. بس عمرك سألت نفسك ايه هي الاتفاقية دي واسمها كده ليه؟ سايكس بيكو دي تبقى الاتفاقية اللي تمت ما بين فرنسا وبريطانيا في 16 مايو 1916، واللي من خلالها تم تحديد مناطق نفوذهم في الشرق الأوسط. سايكس ده يبقى الاسم الاختصار للسير مارك سايكس المفاوض البريطاني، وبيكو ده الاختصار لفرانسوا بيكو المفاوض الفرنسي. الهدف من التقسيم كان تحديد نفوذ فرنسا وبريطانيا في المنطقة واستفادتهم من الموارد الاقتصادية والجيوستراتيجية فيها. وأثارت الاتفاقية دي كثير من الجدل والانتقادات بعد كده، خاصة من قبل الشعوب العربية اللي ما كانش ليها الحق في تقرير مصيرها في الاتفاق ده. أثناء المفاوضات ما بين سايكس وبيكو كان في خلاف على توزيع بعض المناطق في الشرق الأوسط بين فرنسا وبريطانيا. أحد النقاط الرئيسية للخلاف كانت منطقة الحجاز اللي بتشمل مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة، اللي رغبت بريطانيا في ضمهم لمناطق نفوذها في فلسطين والعراق. ومع ذلك رفضت فرنسا ذلك الاقتراح وأصرت أن تكون المناطق دي ضمن نفوذها. وفي النهاية توصل الطرفين لتسوية بحيث وافقت بريطانيا على ضم المناطق المتنازع عليها للجانب الفرنسي. وبكده تم حل الخلاف ما بين سايكس وبيكو وتوصلوا للاتفاق ده في 16 مايو 1916. وبكده بريطانيا أخذت فلسطين والأردن والعراق، وفرنسا أخذت سوريا ولبنان ومعاهم مكة المكرمة والمدينة. الاتفاقية دي كانت سبب رئيسي في معظم المشاكل السياسية والصراعات الحدودية اللي بيعيشها الشرق الأوسط لحد دلوقتي. قول لنا في التعليقات يا ترى انت عندك نفس وجهة النظر ولا شايف حاجة تانية؟